معركة الفلوجة، لماذا الآن وبأي ثمن؟ على خطى القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري يسير الجيش العراقي ويدعو رسميا السكان إلى مغادرة المدينة. وقال الإعلام الحربي إن الأسر التي لا يمكنها الرحيل يجب أن ترفع أعلاما بيضاء لتحديد مواقعها بالمدينة. يقطن الفلوجة المحاصرة منذ شهور والخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من 100,000 عراقي. من هؤلاء يملك حرية المغادرة ومتى شاء، بل القدرة على رفع راية بيضاء. الخطة العسكرية المعلنة ستعتمد على قصف مدفعي وصاروخي وجوي عراقي وربما دولي، أمر يزيد المخاوف من احتمال وقوع مجازر في صفوف المدنيين الذين يمنعهم تنظيم الدولة من مغادرة المدينة. تشارك في المعركة على الأرض ميليشيات ارتكبت انتهاكات وعمليات انتقامية في معارك سابقة. الغريب في الأمر هو أن القوى السنية المشاركة في العملية السياسية لم تعترض على مشاركة الميليشيات كما فعلت سابقا خلال معركة استعادة الرمادي، بل إن التصريحات والوقائع تشير إلى تنسيق كبير بين الحشد العشائري في عامرية الفلوجة وميليشيا كتائب حزب الله في الجبهة الجنوبية للمدينة. تتحدث أيضا وسائل إعلام نقلا عن مصادر قبلية وأمنية في محافظة الأنبار عن وصول مسلحين من الحرس الثوري الإيراني إلى جنوب الفلوجة. ما مدى حقيقة هذه الأنباء؟ في حال صدقت ستكون لها تداعيات سلبية على العشائر السنية التي ترفض الوجود الإيراني المتزايد في العراق. المؤكد أن طهران أعلنت قبل أيام قليلة عن مقتل قائد في قوات البسيج علي رضا باباي. وفق الرواية الرسمية قضى في انفجار بسيارة مفخخة جنوب شرقي الفلوجة. بعد أن كانت كل العيون مشدودة لوعود قرب تحرير الموصل، تغير الوضع لأسباب سياسية داخلية، وأصبحت الفلوجة على ما يبدو هي أم المعارك للميليشيات والحكومة. ثمة من يبرر هذا التغيير في الجبهة بالسعي لإخماد جبهة اقتتال محتملة. ما حدث يوم الجمعة في المنطقة الخضراء وسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين الصدريين أعطى مؤشرات مخيفة لتحول الخلافات السياسية إلى اشتباكات مسلحة، خصوصا وأن أصابع الاتهام تشير إلى ميليشيات بدر وطلائع الخراساني. يحبس أهالي بغداد أنفاسهم لمظاهرات الجمعة المقبلة، فعاصمة الرشيد هي المرشحة لتكون مسرح المواجهات في حال فشل التحالف الشيعي في إصلاح ذات البين داخل بيته. أسباب التسرع وتسريع المعارك في مدينة المآذن التي يموت أهلها إما جوعا أو بقصف الطيران الحربي سياسية قبل أن تكون أمنية. تتهم هيئة علماء المسلمين في العراق الميليشيات بتنفيذ مشروع توسعي في المدينة وتهديد حياة سكانها. ذكرت الهيئة في بيانها أنه وفق آخر إحصائية وصل عدد القتلى والجرحى في الفلوجة 9500. راية الحرب لن تترك مجالا لأي راية بيضاء، على الأقل حتى الآن.